السلام عليكم شباب. حابب احكيكم بالموضوع بشكل يقهل. تعرفون ان اكثر شيء اللي خلاني مو مرتاح كلش، انا حاسس ان المجتمع العربي ما راح يتعرفون على فلسطين ولا حتى يهتمون، بالعكس يشوفوها كترند. لما يحصل شيء كبير او خطير الناس يحجون عليها عن طريق السوشيال ميديا، وبحكم يتعرضون بالبلاغات بسبب المواضيع الحساسة، بس هم مستمرين على هذا الشيء وبعدين ينسون. حرفيا انت تشوف شيء تافه اسمه ترند لما يصعد فوق وبعدين ينزل بالجواهر. هذا اللي يصير مع فلسطين، يشوفوها كترند لما يصعد شيء فوق وبعدين تحت. بصراحة انا مقهول كلش لما المجتمع العربي واضح باين عليهم انهم ما يدعمون بفلسطين ولا حتى يدافعون عنها ولا حتى يسوون مظاهرات على موتهم. لو نروح على اجانب او الغرب بشكل عام، الغرب حرفيا وتحديدا الشعب يدافعون على فلسطين ويسوون مظاهرات ويستمروا بيها عادي. يعني موضوع عن فلسطين عند الغرب ما يخلصون وما صاروا يدافعون عنها، على عكس العرب رغم يسوون مظاهرات بالسابق وبعدين يسحب عليها او بمعنى صح يختفي من المظاهرات. بالامانه اكثر اقول عليهم حثاله، ما عندهم شرف لما يدافعون عن فلسطين. ترى مو بس مجتمع عربي، بل حتى كمان صناعين محتوى عرب الاغبياء سواء يوتيوب او تيك توك او انستا دائما يحجون على فلسطين وبعدين ينسون. ولو احكي عن موضوع صانعي محتوى انمي، كرتون، افلام، مسلسلات، دائما يحط لك صورة عند فلسطين ويدعو لهم وبعدين يسحب الصورة تماما. والله العظيم اعتبر المجتمع العربي حثالة وما يخافون الله وما عندهم اي ضمير لما يتعلق حول فلسطين. يعني مثلا اكبر مشكلة عندهم هي موضوع مقاطعة المنتجات. تخيل وياي يعني واحد ينصح الناس انه لازم تقاطعون المنتجات لان هاي المنتجات تخص الكيان المحتل وانها خطرة ولازم تقاطعوها، لكن بعدين يجي نفس الشخص يشتري منتجات مال الكيان المحتل، فهنا تقدر تقول عليه منافق 100%. يعني معظم الاشخاص في السوشيال ميديا دائما ينصح الناس انه يقاطعوا منتجات ما كان المحتل ولازم يسوون حملة ضد هاي الكيان المحتل وما شنو، لكن بعدين يشترون هاي المنتجات الوسخة اللي تخص الكيان المحتل. بالامانة اعتبرهم منافقين عند المجتمع العربي. انا احكي عن الحلويات والمطاعم وافلام ومسلسلات، فهاي منتجات بشكل عام مال امريكا ودول الغربية كمان اللي ليها علاقة بدول الكيان المحتل ويدعمها. والشيء محسن بالموضوع وهو ان الغرب نفسهم وتحديدا الشعب يقاطعون كل هاي المنتجات مالتهم بشكل كبير، كل هذا على مود دفاعهم عن فلسطين، مما يخلي كل الشركات المنتجة يخسر رسميا، على عكس العرب اللي عادي جدا يشترون هاي المنتجات مال الغرب. وصراحة ما اكذب عليكم، انا كنت دائما مشتري بمنتجات مال الغرب وتحديدا بالسي لان اشوفها باخر شيء عندي بحياتي، بس مع هذا وهاي ما راح اشتريها على مود دفاع عن فلسطين. فهاي مشكلته الاولى عند المجتمع العربي. اما مشكلة الثانية يعتبر اخبر وهي تخص الحكومة العربية. بصراحة الحكومة العربية اعتبرهم جبناء وحثالة بنفس الوقت. يعني هدول الحكومة بالاغبية مو بس يدافعون عن الفلسطيني وخلاص، بل كمان هم بالحقيقة يدافعون عن الكيان المحتل ويدعمهم. واكبر امثله على ذلك وهو دول الخليج الحثالة والوسخة بدون اي نقاش: السعودية، الامارات، والقتل. هتني 3 دول يدعم الكيان المحتل بس على موت مصالحهم. حتى الشعب الخليج للأسف صاروا يدافعون عن الكيان المحتل أكثر بكثير بدفاعهم عن فلسطين، وفوقها يتهمون على فلسطين وتحديدا الجيش القومي اللي هم السبب بخراب فلسطين وتحديدا الكيان المحتل. قمة الندالة والوساخة اللي ما شفت بحياتي. وأصلا إن جيش المقاومة نفسهم يدافعون عن فلسطين وكمان يحاربون بالكيان المحتل. أريد أعرف شلون الشعب الخليج يتهمون على جيش المقاومة بأسباب تافهة. أريد أعرف ليش، شلون، وكيف. استغفر الله العظيم. انا اسف يا اخوان، والله العظيم انا اسف لاني مقهور كلش لما يخص دول الخليج اللي حرفيا ما يدافعون عن فلسطين نهائيا، وكمان بالاعلام لما يدافعون عن فلسطين وحقه وايضا يسبون على كيان محتل بس هم في الواقع يدعموها. انت متخيل
قمة الندالة والوساخة اللي يصير بهذا العالم. والمشكلة الكبرى مو بس دول الخليج، بل كل الدول العربية بشكل عام ما يقاومون أمام فلسطين على مود يحاربون ضد كيان محتل. يعني ما يقدر يحاربهم ضد كيان محتل، لأن ببساطة إن مجتمع حاليا ما يحبون الحروب والفوضى وما إلى ذلك. بس أنا أشوف إن الحروب والقتال هي الطريقة الوحيدة حتى يقضي على كيان المحتل ويحل الشعب الفلسطيني ودولته. فلازم تعرفوا إنه من زمان كانوا يحاربون ضد كيان محتل على مود فلسطين، ولكن حاليا ما صار. رغم عندهم أسلحة قوية والجنود الأقوياء، بس ما كانوا يقتلون أو يحاربون ضد كيان المحتل. بالعكس تماما، أهم شيء عندهم هي حفاظ على دولتهم. مثل ما قلت، حكومة عبارة عن جبناء وما يخافون الله، ويفقدون كليا من شرفهم ويصيرون أشخاص حثالة وقذرين. عموما هاي كان رأيي بالموضوع تخص العرب وليش ما يهتمون بفلسطين حاليا، والسبب اللي خلاني اسوي هذا الفيديو وهو اني اشعر او احس ان عندي طاقة سلبية اللي ما يخلص وطميني ما يرتاح، مما خلاني اسوي هذا الفيديو على قناتي الثانية. فمو يعني ان الغرب اشرف من العرب بسبب دعمهم بفلسطين بشكل كبير، بالعكس اشوف فلسطين مزبلة نوعا ما. يعني مثلا الغرب عندهم افكار وسخة، اما العرب يسوون شغلات تافهة وتحديدا يتأثرون بافكار غربية. بالنهاية لازم اقول الحقيقة بأمر الواقع، ان الدول العربية ما عندهم اي نعمة من الاسلام، بالعكس صاروا نفس السوء والوساخة مثل الغرب تماما، ويطلعون على السوشيال ميديا بشكل مقصص. والشباب حاليا صاروا من الفيلم بوي، يعني يصرفون مثل النسوان بشكل مباشر. والبنات حاليا صاروا متخلفات بسبب تأثيرهم بنسويات الغرب. يعني ماكو أي نعمة من الإسلام ولا حتى بالعقل اللي يصير عندنا. يعني العالم بشكل عام عالم مليان قتالة والفساد بشكل كبير. فلا تعليق ومع السلامة.